بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. احنا اخر حاجة وقفنا عندها ازاي اوصل لرضا العميل وازاي امشي خطوات ان انا شخص اعطال. طيب في 6 خطوات صغيرين جدا جدا ممكن يوصلوك لاي عطل باسرع وقت، باسرع طريقة ممكنة. الست خطوات دول طبقهم كهرباء، تطبقهم ميكانيكا، تطبقهم عفشة، تطبقهم عمارات، هيدوا معاك نفس النتيجة. هما اللي اول خطوة كده، اتأكد ان في شكوى من عميل. ممكن تكون اصلا مفيش شكوى، يعني ممكن اصلا ما يكونش في شكوى اساسا. اتاكد ان في شكوى اصلا موجوده. تاني خطوه، جمع بيانات حوالين المشكله. تجمع بيانات دي بقى تقعد تجمعها من كلام مع عميل، ماشي. تجمعها من سيرفيس مانوال، ماشي. تجمعها من حد لعيب ظهر قبل كده معاك، مثلا لو ورك شوب بيجيلك براند معين، ماشي. المهم ان انت تجمع بيانات باي طريقه. ان في الاخر هو مجالنا، قلنا اول حاجه مجالنا مجال معلومات. طول ما انت معاك معلومات تقدر تحدد نتيجه كويسه وتقدر تجيب نتيجه كويسه جدا جدا. تمام. وكل ما معاك معلومات كل ما تبقى انت اعلى. بعد ما تجمع معلومات تبدا تحللها وتربطها بالمشكله، عشان تبدا بعد كده اختباراتك. الاختبار من الاسهل والاسرع للاصعب. حتى لو انت عارف اللعيب في الاصعب ابدا بالاسهل، ممكن يكون لعيب منه مش هياخد منك مجهود. بعد كده تبدا تعمل عمليه الاصلاح. والإصلاح ده جودة الإصلاح فرق جدا. ممكن تكون انت شخصت وعملت كل شغلك صح، لكن معاك مثلا حد بيقفل، نسي مسمار، نسي يربط حاجة. طيب ما العيب بقى، يبقى انت كده دمر لك الحاجة. في الآخر الفنيين الموجودين معاك هم أدواتك، ك- ايديك اللي بتتحرك بيها. ايديك دي لو ضعيفة هتتعبك جدا وهتأثر، يعني مش هتديك النتيجة اللي انت عايزها. مخك بيفكر صح وايديك بتنفذ غلط، ما الشغل هيبقى زفت برضك. لازم تعمل توازن بين التشخيص وبين جودة الإصلاح. جودة الإصلاح مهمة جدا، لأنها في الآخر هي اللي هتظهر قيمة الشغل. ما يبقاش أنت اشتغلت وعملت شغل احترافي وعاملين ناس يركب، وفي الفن ناس يركب الفيشة وأنت عملتش تشيك، فالهيبقى ظهر مثلا على تشيك انجن، يعني أنت بالنسبة له أنت مرجعتش أصلا على العربية. فهي الجزء ده مهم جدا. فإن شاء الله خير بإذن الله. طول ما أنت ماشي على الجزء ده، مع الوقت حتى مش شرط يبقى معاك سكيلز كبيرة، حتى التكنيكال سكيلز، الهاند سكيلز، مع الوقت كله بيتعلم. تمام. نبدأ بعد كده نخش على الفحص النهائي. لازم تعمل تشيك، ولو دبل تشيك اللي هو المكان يسمح يبقى زي الفل. الخطوات دي هقول لك حل كده، عيب بسيط جدا ممكن تشوف قيمة الخطوات دي. عميل جاي بيشتكي ان العربية، بيجيب العربية على الدي وبيمشي العربية ما بتنقلش معاه، صوت المحرك بالك صوت المحرك عالي جدا ومسمعش فتيس ينقل. طيب تمام، انا جاتلي مشكلة زي دي، اول حاجة بعملها ممكن تخش وتعمل دايجنوسز وتعمل وتعمل وتعمل. طب ليه؟ هطلع جرب العربية، هطلع العربية على الدي، يطلع هات غياراتك غيارات حرير مسطرة مفيهاش ولا غلطة، مفيهاش حرفيا ولا غلطة. تمام. فانت كده هتقعد بقى تفكر، طب هنعمل ايه؟ هل اروح اقول للعميل تمام كده وهيسلم العربية؟ اكيد هو حد مش فاضي انه يجي ويبقى معطل نفسه عشان ما فيش مشكلة. طب هات العميل وجرب معاه، او بلغ العميل العيب ما ظهرش معاك ومحتاج العربية تيجي وقت تاني تجربها، محتاج تخلي العربية تبقى معاك عشان تجربها، حطه معاك في الصورة. تمام. فاطلع اجرب مثلا مع العميل العربية دي، وانت قاعد كده بتحط عينك على كل حاجة. يعني لو دخلت على العربية ولقيت مكان خبطة وهو بيشتكي ان في عنده مشاكل، لا المشاكل ده هنا في الخبطة، مكان الحادثة دي فيها مشاكل. لو جيت هنا كده وبصيت ولقيت العربية مثلا في مكان مثلا معمول فيه شغل، ما ممكن يكون احتمال ده هنا لو بتتكلم على كهرباء. ممكن يكون حاجة هو مثلا
مثلا بيعلق حاجة على العصاية، على عصاية الفتيس، بتخلي العصاية تتحرك ورا. شوف هو بيفكر ازاي. فالقصة كلها ان العصاية جد العميل لقيته رافع وانا قعدت مكانه على نفس الظبط بتاعت الكرسي اللي هو ظابطها، انا مش شايف الغيارات. خلاص طب هات العميل يجرب، هو برضه هو مش شايف الغيارات، هو رفع الدركسيون غلط لدرجة ان خلاص ان هو قعدته مش شايف الغيارات، مش واضحة اوي، لازم تيجي يمين وشمال عشان تبص عليها. فهو لما بيركب بدل ما يجيب الدي بيجيب العصاية على كده. انا فهمت الدنيا، بدأت جمعت بياناتي حوالين المشكلة، هبدأ الخطوة بتاعة الحل اللي هو التحليل. اه عميل كده هو بيجيب العصاية، بدل ما يجيبها على الدي بيجيبها على ال، فبالتالي العربية ما بتنقلش، فبالتالي صوت المحرك بيعلى. يبقى انا عايز كده، تمام كده انا محتاج اعمل اختبار؟ لا. محتاج اصلاح؟ لا، لان مفيش مشكله. المشكله هي فهم خاطئ من العميل او تطبيق خاطئ. فانت ترجع تفحص العربيه وتسلمه العربيه كده والدنيا تمام اتحلت. عربيه زي دي القصه كلها تاخد كام؟ لان انت كمان الجزء المحاسبي ولا الجزء الحسابي، وان انت تحدد مصنعياتك ده مهم جدا. ازاي؟ العميل ده عميلك، لو عميلك ممكن ما تاخدش منه فلوس اصلا، يعني انت عارف ان ده عميلك وبيجيلك على طول وكل حاجه، وهو حاجه ما طبقها غلط عادي. لو عميل من بره، لا خد حسابك في الاخر ده عطل. عطل يعني انت هلكت وقت واهلكت فلوس واهلكت تجربة، وخد منها حق التشخيص. ما تقولش انا هخفض سعر عشان اكسب عميل. قدم جودة وخد عميل تاني وتالت ورابع وخامس وسادس واكسب فلوس. انت ما كسبتش فلوس هتسيب الشغلانة، ولو ما كسبتش فلوس حلوة هتسيب الشغلانة برضك. فانت بالتالي خد حقك وخد حقك مظبوط. الحوار ده هيفرق معاك جامد جدا جدا حتى في جودة الشغل. طب تعالى نطبق الخطوات دي على هنا. مش احنا قلنا كان عندنا حاجة اسمها 3C؟ اللعبة كلها في 3C. 3C دي تعالى سي واحد، شكوى. الشكوى مطلوب منك تعمل ايه؟ تأكد ان في عيب، بس موجود او مش موجود، ظهر او ما ظهرش. لقيت في عيب، خش على الخطوات على السي اللي بعدها. في سبب، السبب ده هعرفه منين؟ هبدأ اجمع بيانات، ابدأ اقيم البيانات اللي انا جمعتها دي واحللها. ابدأ اعمل اختباراتي من الاسهل والاسرع للاصعب، حتى لو عارف ان العيب في الاصعب. يعني لو جينا العربية جربتها وانا عارف ان فيها فتيس، اسهل واسرع راجع على زيت الفتيس الاول، راجع على زيت الفتيس الاول قبل ما تغير فتيس. انها خطوة لذيذة وخطوة سهلة جدا. بعد كده تبدأ تعمل اصلاح الاكشن بتاعك، تغيير او ضبط. وبعد كده ترجع تعمل تشيك. يعني احنا عندنا سي 1 سبب، عندنا شكوى ليها سبب، السبب ده بتخش فيه تعمل له اصلاح. هي دي اللعبة. وغير اللعبة دي بتفرق معاك جدا. يعني هي في الاخر انت تمشي الخطوات دي وتوفر معاك مجهود رهيب. طيب تعال دي هنعرفها منين؟ بس انت وانت بتصلح اي، يعني جاتلك دلوقتي عربية فيها بطارية، البطارية دي نفخة من الجنبين، خلاص عملت، اكدت بيقولك عاملين هو بيدور الصبح ما بتدورش. بت... عملت اختباراتك على البطارية، لقيت انها محتاجة تغيير بطارية، بس عربية البطارية منفوخة. خلاص تيجي ده أول حاجة، أكدت وغيرت وعملت دنيتك وكله تمام. عم يجيلك بعد فترة البطارية باظت تاني عشان البطارية نفخت. اه تيجي بقى هنا تسأل نفسك السؤال المنطقي، هي البطارية نفخت ليه؟ المشكلة الأولانية العميل مش من عندك، رجعلك تاني مش مبسوط، ورجعلك تاني في عندك في عنده مشكلة كبيرة إن البطارية دي باظت. طب هيقولك شيل تعملها، شيل تمنها. تلاقي نفسك داخل في مخاطرات وتضييع وقت وتضييع طاقة على الفاضي ملهوش أي 30 لازمة. انت من الأول غيرت بطارية، متغير بطارية ليه؟ عمر افتراضي؟ تمام خلاص عمر افتراضي. طب بطل البطارية عشان نفخت في مشكلة. ايه المشكلة؟ ايه السبب الجذري للمشكلة؟
السبب الجذري للمشكلة ان البطارية دي مع عملت روت كيز اناليسيز ان الشحن زيادة. خلاص انت محتاج تصلح كتاوي الدينامو او محتاج تغير الدينامو. بلغت العميل قالك لا جالك بالبطارية تانية فيها مشكلة، خلاص انا بلغتك. فاهم قصدي؟ انت خلاص طلعت اللاعب كورة برا ملعبك. فده من الجزء الجانبي الجزء الفني، الجزء ده مهم جدا، اللي هو الجزء بتاع حل المشاكل. طيب تعالى، عربية غيرت تيل، جه عندك تبقى فكيت تيل، غيرت تيل، جالك بعد كده قالك لقيت التيل تاكل بسرعة. ليه؟ لأن انت بتغير تيل. غيرت تيل ازاي؟ لقيت تيل الاتنين تاكل واحد. يعني هنا في التيل مثلا لقيت التيل ده التاكل بتاعه هنا يمين زي شمال، ولا ده أقل، ولا متاكل بجنب واحد، ولا ايه بالظبط؟ تحدد مشكلته متاكل بجنب واحد. غيرت تقيل، طب هو متاكل بجنب واحد ليه؟ اه ده البنوز معلقة. شحنت البنوز لا، يبقى بالتالي اللعيب هيرجع تاني وهيرجع تالت وهيرجع رابع. جاتلك عربية تغير جوان ووش سلندر، وانت بتغير الجوان عربية، فكيت غيرت جوان ومشيت، عربية جابت جوان تاني ليه؟ انت متعرفش هي ضربت جوان ازاي. هي ضربت جوان عشان نقص مية ومشكلة كهرباء، مشكلة سيرموستات، مشكلة في دورة المية، ايا كان بقى المشكلة ايه. محلتش المشكلة هتضرب جوان تاني وتالت ورابع وخامس. حاجة بقى من هي كمان روت كيز اناليسيز مهمة جدا جدا. واحد عميل جالك وقالك انا فكيت المكنة وبعمل لها طقم شامبر الفتيس اتحرق. طب انا هعمل ايه؟ حاجة زي كده بقى هعمل ايه؟ واحدة واحدة. الفتيس اتحرق، انا معاك الفتيس اتحرق، يبقى انا هعمل اول حاجة هعملها، هبدأ اشوف اتأكد عن المشكلة. طب هل هو ساعتها نقص زيت والزيت مش موجود؟ هراجع على مستوى اول حاجة اتأكد ان في مشكلة، الفتيس في مشكلة. هبدأ اجمع بيانات عندي ان هو الفتيس اتحرق بعد شغل. هبدأ احلل، اقول الفتيس اتحرق بعد شغل. هل هو في مثلا زيت نزل منه فتيس وهو مزودهوش؟ هل في حاجة قفلت على ضفيرة؟ هل تقعد تسأل نفسك الأسئلة دي كلها. لما تسأل نفسك الأسئلة دي كلها تبقى انت كده عرفت الدنيا اللي فيها ايه. يبقى انت عرفت ان ده بعد شغل، بعد ما عملنا طقم شمبر، بقى في الشغل اللي حصل، مش محتاجة كيمياء. لما تعرف ان العيب في الشغل اللي حصل، تبدأ تخش على البلان بقى بتاعتك، بلان تو. تعمل عملية، خلاص أكدت المشكلة، جمعت بيانات عليها، حللت المشكلة، أبدأ أعمل اختباراتي. خدت عينة زيت ورجعت على دي سي اللي متسجلة، ورفعت العربية واتأكدت إن الفتيس مش واخد خبطة ولا واخد مشكلة. لأن وارد يكون هو عامل له طقم شامبر وطلع خد خبطة، يبقى أنت في الآخر غيرت السيناريو اللي عندك. رابع حاجة الإصلاح، هنزل الفتيس وارجع أبص هنا، بص معايا كده في الفتيس ده. الفتيس ده بيركب الصاجة بتركب كده وبتركب في الاتجاه العكسي، الاتنين بيركبوا في الاتجاهين. ممكن تركب كده وممكن تركب كده. فبالتالي اللي فاكر ركب الصاجة غلط حرقت معاك فتيس. بس موضوع بمنتهى البساطة. طب انت لو فكيت وركبت فتيس تاني، فتيس محروم من غير ما تعرف سبب الحرق الأولاني، ما هيتحرق معاك تاني وهتبقى انت مشكلة حرقت فتيس في التاني على حسابك. طب وليه؟ في بقى حاجة حلوة لطيفة جدا، في بعض الشركات بتشتغل بالسيستم بيقولك اس اس سي سي. ده بيقولك ان مش انا عندي مشكلة او شكوى او عطل، هتقول له اه، يقولك يبقى العطل ده تبع منظومة، هتقول له ايوه، تبع منظومة فرامل، تبع منظومة محرك، تبع منظومة فتيس، تبع كهرباء، ايا كان هو في الاخر تبع منظومة.
مش دي طبعا منظومة، يبقى في جزء مسبب او اجزاء مسببة الفيلير ده. هتقول له ايوه، هيقولك يبقى في سبب. يبقى انت كده كملت الدايرة اللي عندك. لو ما عملتش دي يبقى انت ما حلتش اي حاجة. تعالى بقى نتكلم عن الفتيس. الفتيس هو عبارة عن 3 أجزاء رئيسيين. أول جزء ترو كونفرتر، وهي في الآخر كل وظيفتها بتنقل الحركة من المحرك الإنجين هنا، بتنقل الحركة عن طريق الترو كونفرتر عن طريق الزيت. وهنا في، شايف المكان ده كده، دي ترمبة زيت. خط وحش بس مش مشكلة. تمام. الفتيس بعد كده عندك من جوه بتقسمه لحاجتين. يا إما اللي هو حشو الفتيس البلانت جير ست، دي مجموعة الحشو بالكامل. تمام. وتحت بتلاقي هيدروليك كنترول يونت، اللي هو ده الفالف بادي. يبقى انا عندي كده الفتيس عبارة عن 3 اجزاء واحنا شغالين في الاعطال: تورك كونفرتر، البلانتر جير، الهيدروليك يونت اللي هو الفالف بادي. حتى اما احنا جينا نقسمهم مع بعض قسمناهم: internal damage ميكانيكال ليها علاقة بالحشو الفتيس، هيدروليك فيلير فيها مشكلة في الهيدروليك، في بقى ضغط ترومبا، زيت قليل، فالف بادي، مسارات الزيت، اورنجات، كل القصة دي. وبعد كده سجلناها كجزء الكتريكال، في عندي عطل الكتريكال موجود، وفي اعطال مش مؤثرة في الفتيس ملهاش علاقة بالفتيس. تمام. تعالى بقى اخر حاجة كده برضه هنتكلم عليها، دي ازاي تحل شكوى العميل عشان توصل fix it right at the first time. تصلح عربية من اول مشكلة، من اول حاجة تحدد الشكوى، تعرف الحالات اللي ظهر فيها العطل اللي عندك، وتعرف تاريخ العربية. الحاجات دي مهمة. شكوى العميل هي اللعبة، ازاي تحللها وازاي تفكر فيها. مع الوقت هتلاقي المهارة دي بتتحسن عندك، بس تحاول تدرب نفسك عليها. تمام. واحنا عشان نمشي في تشخيص الأعطال هنمشي على 3 مسارات. أول مسار فيهم هو في جميع الأنظمة، أي حاجة فيها كنترول عندك أو كنترول بيراقبها خدها قاعدة كده معايا. أول حاجة لمبة تشيك منورة وفي عطل، تمام كده زي الفل، همشي على الديد سي. تاني حاجة لمبة التشيك مش منورة بس في عطل، همشي على الشارت، الخريطة اللي أنا هصلح عليها. تالت حاجة عطل، لمبة تشيك مش منورة ومفيش ديد سي والعيب مش ظاهر. خد وقتك في التشخيص، خد وقتك في التشخيص، خد وقتك في التشخيص، خد وقتك في التشخيص. خد فلوسك في التشخيص، خد فلوسك في التشخيص، وخد فلوسك في التشخيص. مهمين جدا. تمام. نكمل بقى إن شاء الله في قريب جدا بإذن الله. السلام عليكم. بسم الله.